اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا نعمل مع بعض عجينة بسيطة وسهلة تقدري تعملي منها أي حاجة انت عايزة تعمليها. تعملي منها بيتزا، تعملي منها ميني بيتزا، تعملي منها حواوشي، تعملي منها عيش بالصدق. هي طرية وجميلة وهتساعدك انك تعملي بيها أي حاجة انت عايزاها. احنا النهاردة هنعمله بيها مع بعض عيش بالصدق. بصوا جميل ازاي، تحفة عجينة والله، تاكليها كده من غير أي حاجة جواها. هنعمله بيها مع بعض العيش بالصدق القمر ده. بس لو اول مرة تشوفيني، انا مروة، ما تنسيش تدعميني بلايك واشتراك في قناتي، قناة مطبخ مروة، عشان يجيلك كل جديد. تمام، هنعمله مع بعض العجينة الاول، وزي ما قلتلك تقدري تعملي بيها اي حاجة. بصوا العجينة تحفة ازاي وذهبي وجميلة ازاي. يلا بينا مع بعض نشوف هنعملوها ازاي. مش شرط، مش محتاجة عجان ولا اي حاجة، هنعجنها مع بعض واحدة واحدة، حتى اللي لأول مرة يعجن هتبقى جميلة معاه. تمام، يلا بينا نخش في الطريقة ونشوف هنعمل ايه. عندي هنا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. انا بستخدم دقيق اسمه النصر، بيبقى كويس في العجن وبيطلع معايا نتيجة كويسة. تمام، وعندي هنا كيس خميرة فورية. بصوا انا محطتهوش كله، انا كنت واخدة منه شوية قبل كده، يعني هو ممكن ده يكون حوالي معلقة خميرة فورية. لو انتي مش واثقة فيها وحابة تختبريها الاول، اختبريها بمية دافية ومعلقة سكر وسيبيها حوالي 10 دقايق، بس انا بثق في النوع ده برضو. وعندي هنا معلقة سكر كبيرة، وعندي ذرة ملح. تمام، هقلب المكونات الجافة كده مع بعض. بعتذر لو صوتي يعني رايح شوية، عندي برد معلش. هحاول اوضحه لكم على قد ما اقدر يعني. ماشي، وعندي هنا 3 معالق زيت. الزيت بقى ده اللي بيديها الطراوة وهشاشة جميلة جدا. 3 معالق زيت بس على كيلو دقيق، بيديها نتيجة حلوة جدا، تفضل طرية معاكي كده وحلوة قوي. تمام، هقلب بقى المكونات دي كده مع بعض. وعندي هنا مية دافية دافية يعني كده، تكون متوسطة كده، مش سخنة قوي عشان خاطر ما تبتليش الخميرة. تمام، وهقعد هقلب بالمعلقة كده الاول المكونات، وبعد كده ايه، لحد ما تمتزج كده مع بعض بقى هنعجن بايدينا. ماشي، طبعا المية هنا انا مش هحدد لك كمية. ماشي، المية هنا بالنظر، يعني انت هتحطي وتفضلي تقلبي كل ما تحسي ان الدقيق عايزة تديه، كل ما تحسي الدقيق عايزة تديه. لان انا مش هديكي كمية هنا، يعني مش هحدد لك كمية المية هنا، لان الدقيق دايما بيختلف، نوع دقيق عن نوع بيختلف في احتياجه يعني لشرب السوائل. فانت هنا المية زي ما بقولك مش هحدد لك ليها كمية. تمام، لو عايزة تحطي كوباية زبادي هنا حطي، لو هتعملي بيتزا وعايزة تحطي كوباية زبادي حطي. بس والله لو عايزة تعملي الميني بيتزا بالطريقة دي من غير اي حاجة، من غير زبادي ولا حاجة، برضو بتطلع جميلة جدا. تمام، انا هنا خلاص وقفت عجن بقى، وقفت بقى تقليب بالمعلقة وعجن بقى بايدي بقى. نطلع بقى الروح الرياضية اللي فينا بقى في العجين. تمام، هنعجن بقى بيها كده. بصوا لحد ما نشوف هي مثلا محتاجه ميه ولا لأ. انا من عند ما خلاص لقيتها مش محتاجه، فضلت اقلب، ولو احتاجت مني شويه كمان هديها حسب ملمس العجينه في ايديا. حسيته ناشف، حسيته لسه في دقيق، يعني بصوا لسه في دقيق تحت، حطيت شويه ميه كمان صغننين، وفضلت الم فيها لحد ما بصوا العجينه لوحدها نزلت من ايدي ولمت من العجان في ايدي كده. ماشي، فضلت اعجن لحد ما تبقى طريه معايا وملمسها ناعم كده، افضل اعجن فيها. انا عجنت فيها حوالي 7 8 دقايق كده، بس طبعا انا ما جبتلكوش عشان ما اطولش عليكم الفيديو. عجنت فيها حوالي 7 8 دقايق. تمام، لحد ما العجينه نفسها سابت من ايدي وسابت من الحاجه اللي انا بعجن فيها. ماشي، بصوا بوريكم ملمس العجينه هنا كده،
كانت محتاجة عجن شوية كمان، عجنتها لحد ما بصوا تبقى ملسة كده، اتك عليها كده بصوا طرية جدا معايا. تمام. هغطيها هنا بحاجة عندك بلاستيك، اللي هو الاسترتش دوت، اعملي بيها. عندك كيسة كبيرة. انا بوريكم هنا بصوا الملمس، عاجبني قوي، من كتر ما هو عاجبني انا مش عاوزة اغطيها واشيلها. ماشي، بصوا طرية وجميلة ازاي، بصوا طرية وجميلة معايا ازاي. جربي تعملي بيها ميني بيتزا، مش مكلفة، وفي نفس الوقت حطي عليها اي حاجة، خضار، حطي عليها زيتون، حطي عليها جبنة تركي، اي حاجة الاطفال ياخدها في اللانش بوكس بتبقى جميلة. ماشي، احنا هنا هنعملها مع بعض ان شاء الله بعيش بالصدوق. تمام. طبعا انا هنا سبتها تخمر، لفيتها بكيس كويس جدا وسبتها في مكان دافي. عندي بقى انا هنا ده ربع وتمن صدق، طبعا كل واحد بيجيب الكمية اللي محتاجها. عندي هنا ربع وتمن صدق، وعندي هنا حوالي 3 طماطمات وسط متقطعين مكعبات جامدين وشايله منهم القلب. وعندي هنا 2 فلفل رومي كبار. وعندي هنا حتتين جبنه تركي كده كانوا موجودين. وهنا ده زيتون متقطع شرايح. ماشي، هحط كل ده على بعضه. طبعا هنا انتي وذوقك اللي موجود عندك حطيه. عندك جبنه موتزاريلا حطي، عندك جبنه شيدر حطي، اللي انتي عايزاه اعمليه. الحشو ده بيبقى حسب اختيارك انتي، وحسب اللي اطفالك بتحبه كده. تمام. انا هنا هقلب مع بعض. انا هنا مش بحب اسيب الصدوق كده، مش بحب اسيب الحته كده تكون سليمه، انا بحب افرمه كده مع بعضه. يعني بص اوريكي زي هعجنه كده، انا بحسه كده طعمه وريحته اصلا بتبقى احلى. وفي نفس الوقت المكونات كلها بتمتزج معاها، الطماطم والحاجات دي كلها مع بعض. تمام. انا هنا هحط ملح وفلفل اسمر بس، هكتفي بدول لان طبعا الصدوق بتبقى فيه البهارات بتاعته كلها، فمش عايزين نضغي على طعم الصدوق. هو كده كده الصدوق بيبقى متبهر ومظبوط، وانتي طبعا بتبقي جايباه من مكان موثوق فيه. الصدوق ده مش بلدي، الصدوق ده مستورد، بس انا بجيبه من مكان انا واثقه منه. ف اكتفي بالملح والفلفل الاسمر بس بالذات على الصدوق. انما لو على العيش باللحمه، الحواوشي اللحمه، تحطي بهارات ان شاء الله، ابقى اعمله لكم في فيديو تاني. تمام. زي ما قلت لكم انا هفضل اعجن فيها كده لحد ما البهارات وكل حاجه تمتزج مع بعض. انا هعملها هنا كور. طبعا زي ما قلت لكم انا كنت عامله كيلو دقيق، يعني كيلو الا كوبايه كده دقيق. ماشي. هكور هنا الكميه عندي كلها. هنا عملت معايا 10 قطع، يعني هتعمل معايا 10 ترغيفه. تمام. ده ربع وتمن صدق. طبعا في الوقت ده طبعا احنا سايبين الخميره العجينه بتخمر، ومولعه عندي هنا الفرن. بصوا العجينه خمرت، بصوا الجمال، شفتوا كانت قد ايه في العجانه، وبصوا طلعت لحد فوق قد ايه. انا هنا خمرت معايا ساعه ونص، عشان طبعا عشان احنا في الشتاء اديها بوكس كده، اديها بوكس كده، ده احلى حاجه البوكس ده. بصوا هشه وجميله ازاي، بصوا عامله ازاي، بصوا عامله ازاي، كانها قطن والله. جربي الطريقه دي بالعجينه والله العظيم، مش هتندمي يعني. الموضوع كله حبه، يعني ال3 معالق الزيت دول بينقلوها نقله تانية، بيخلوا العجينه طريه معايا كده وهشه وجميله جدا. ماشي. انا هنا خلاص، زي ما قلت لكم قعدت معايا انا ساعه ونص، ساعه ونص و5 دقايق كده. في الصيف ساعه بتظبطها. وطبعا مع ان انا كنت حاطاها في مكان كويس جدا ودافي، وغطيتها كويس جدا. هنا هقسم العجينه عندي ل10 قطع، يعني انا هشوفها هتكفي قد ايه، بس انا عارفه الكميه اللي انا عملتها اللي هي كيلو الا كوبايه بيعمل معايا 10 قطع. بتعملي الحجم اللي انت عايزاه. صغري الحجم كل ما تخلي العجينه في العيش بالصدق مثلا رقيقه شويه كده، بتبقى جميله جدا. ما تخليهاش ملكومه كده وتكون تحسي ان انت بتاكلي عجين. يعني بصي زي ما قلت لك، قسمي الكيلو الا كوبايه على 10 قطع، هيبقى معاكي جميل. بصوا بقى الطريقه، انا بكورها كده عشان لما اجي افردها تبقى سهله معايا في الفرد. انا دهنت السطح هنا شويه زيت قبل ما اعملها بقطعها. وهنا بكور الكمية كلها عشان لما اجي اسحب منها طبعا هاخد اول واحدة انا كورتها، عشان كل ما ترتاح كل ما تبقى معايا في الفرد احسن. بصوا العجينة طرية وجميلة ازاي، بصوا ناعمة، ناعمة وجميلة جدا. انا عايزة اقولك انت لو عايزة تعملي بيها قرص وتحشيها مفيش اي مشكلة.
تمام. خلاص انا كده عجنت الكميه كلها. هاخد اول كوره انا كورتها في الاول، وهجيب كده عندي النشابه، وهفرد بيها. دهنت السطح شويه زيت، انا بدهن زيت ما بدهنش دقيق، علشان انا بحب العجينه لما باجي احطها في الفرن بحبها تبقى مقرمشه وتبقى ذهبي كده، فالزيت بيخليها مقرمشه كده وذهبي. ماشي. عندي هنا كده دي اول كوره اهي فردتها. وطبعا الفرن عندي هنا مولعه على درجه حراره 180 او 200 يعني مش تفرق. تمام. واجيب الكوره كده عندي، طبعا مجهزه كل حاجه حواليا، فبيبقى المرحله دي بتبقى سهله بقى ان انت تاخدي يا دوب طبقي على بعضه بس. ماشي. تتخرم منك ولا تزعلي ولا تزعلي نفسك ولا اي حاجه، مفيش اي مشكله، ما عندناش حاجه بتبوظ، عالجيها في ساعتها مفيش اي حاجه. طبعا كل ما هي ترتاح معايا بعد ما اكورها كل ما تبقى احسن. دي طبعا عشان لسه في الاول ممكن تكون يعني ايه اتخرمت معايا كده، يعني مفيش مشكله، ما عندناش حاجه بتبوظ هنا. ماشي. هقفل بقى كده كويس. تمام. احنا بنحبه نعمله نص كده، مش بنحبه مدور. وهجيب عندي صينيه ألمونيا وهدهنها زيت، افضي فيها زيت حلوين كده عشان ما تلزقش معايا. ماشي. تمام. وهاجي احطها كده هنا في الصينيه وافردها بقى. بعد ما احطها في الصينيه بقى افردها براحتي، وادهن وش زيت كتير، احط على الوش زيت كتير. كل ما احط على الوش زيت آه عفوا، كل ما احط على الوش زيت كل ما تطلع معايا مقرمشه كده ولونها ذهبي كده، هتشوفوها دلوقتي عامله ازاي. حطيت شويه حبه البركه على الوش هنا، المفروض سمسم بس ما كانش عندي، ما كانش متاح سمسم ساعتها. حبه البركه بيديها ريحه جميله وطعم تحفه. ماشي. بجرب واحده كمان هوريها لكم برضو قدامكم اهي. الحاجات السمراء اللي في العجينه دي حبه البركه، عشان محدش يستغرب بس ويفكرها حاجه. دي حبه البركه من ايدي وانا بفردها. بصوا هنا دي لما ارتاحت، بصوا معايا، بصوا عامله ازاي وهي بتتفرد، بصوا طريه ازاي. دي ولا خرمت ولا اي حاجه، عشان العجينه ارتاحت معايا شويه لحد لما عملت اللي هي الاولانيه دي. ماشي. برضو نفس الكلام، هفرد الكوره كده الحشوه وهفردها. عايزه تحطي بقى جبنه موتزاريلا حطي، عايزه تحطي فلفل حراق حطي. زي ما بقولك الحشو ده بيبقى من اختيارك انتي ومن ذوقك انتي واللي انتي حباه والمتاح عندك في البيت حطيه. الحاجات دي بتبقى اذواق على حسب انتي بتحبي ايه تاكليه واطفالك بتحبي ايه تاكله. اهم حاجه ان احنا نظبط العجينه ونطلع القوام بتاعها مظبوط، والتسويه بتاعتها تبقى مظبوطه، وقت التخمير بتاعها يبقى مظبوط. دي اهم حاجه عندنا. اما الحشوه دي كلها حاجات عاديه، يعني ما بتبقى من اختيارك وعلى حسب ذوقك والموجود والمتاح في البيت. تمام. احط هنا زيت برضو عندي على الوش كده، متنسوش تحطوا حبه الزيت دول بيفرقوا جدا. حطيت الزيت هتحسيها بهتانه كده ومش دهبي كده ولا حلوه. ماشي. وحطيت برضو شويه حبه البركه على الوش. الحته دي مصممه تضايقني، مصممه مصممه ان هي تفضل مخرومه، بس مفيش مشكله، ولا تزعلي نفسك برضو ولا اي حاجه، هتخش الفرن وكله هيبقى تمام. ماشي. بعتذر تاني لو انا صوتي مش واضح، معلش والله عشان انا بردانه. تمام. انا دخلت التانية حطيتها تحت خالص، تحت خالص، والفرن شغال، وطبعا بايديا كل شويه متابعاها وبفضل الف فيها. تمام. هنا عملت كميه تانية، دول الاولانيين. بصوا الجمال، بصوا الدهبي، وبصوا تحفه تحفه. بصوا العجينه، طبعا العجينه بتقب كده معايا بقى وهي في الفرن. بصوا الجمال، بصوا اللون من تحت عامل ازاي. طبعا انا متابعه بقى وبلفها بقى كل شويه، ما تسيش عليها. كل ما تركزي في التسويه وتطلع التسويه ذهبي كده وجميله بتدي طعم جميل وشكل جميل. زهقنا بقى من الطبيخ ومن المكرونات ومن الحاجات دي، عايزين نغير بقى شويه. يعني الاكل ده، والله الاكل ده بياكل اصلا عن الطبيخ والمكرونات والحاجات دي. بصوا العجينه، بصوا جمال، بصوا جمال. امشي بس على الخطوات اللي انا قلت لك عليها دي. واهم حاجه انك تتقني في عجن العجينه، كل لما تتقني في عجن العجينه تطلع معاكي طريه وجميله وهتريحك انت بعد كده.
تطلعي العجينه جنب، يعني تفضلي تعجني فيها كتير كتير. كل ما تعجني فيها كتير وتبقى في الاخر الملسه كده معاكي والطريه، هتريحك انتي بعد كده وهتديكي نتيجه جميله. مفيش حاجه صعبه والله، بس احنا نطول بالنا على الحاجه والحاجه بتطلع جميله جدا. ماشي، انا جربت معاكم هنا تاني عشان اللي ما خدش باله تاني في الاول. دول التلاتة اللي انا دخلتهم بعدها. بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا اللون، بصوا الزيت على الوش عشان بحطه بيديها لون تحفه ازاي. لو جربتي ما تحطيش الزيت ده، عايزه اقول لك اللون هيبقى صعب والله العظيم. ايه الكاميرا ظلمها، الكاميرا ظلمها. بصوا الجمال. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه وفعلي الجرس عشان يجيلك مني كل جديد. بصوا الجمال، تحفه تحفه. بصوا اللون من تحت عامل ازاي. برضو بشري التسويه، كل ما تبشري التسويه كل ما تطلع معاكي حلو. وزي ما قلتلك الحشوه باختيارك اللي انت عايزاه احشيه. وجربي اعملي بيها الميني بيتزا وهتدعيلي. والبيتزا برضو واعملي بيها البيتزا. لو حابه تكملي وتخليها قطره، زودي كوبايه زبادي على العجينه هتطلع معاكي تحفه، وشويه زعتر. ان شاء الله نبقى نعملها في فيديو مع بعض باذن الله. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وما كنتش طولت عليكم. بصوا، بصوا الجمال، وبألف هنا.